مساء الخير عليكم جميعا اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه ان شاء الله تعالى. اليوم غادي نبارطاجي معكم فيديو جديد ديال الدواره او القليه او كله كيفاش يقول ليها. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو تكونوا باتم الصحه والعافيه ان شاء الله تعالى. هاد الدواره هذه يعني فايت حطيتها لكم في القناه ديالي، ولكن هاد الخطره هذه بطريقه مختلفه وتتجي زوينه وبنينه. شوفي اللوين ديالها كيفاش تجي المريقه عاقده وتتجي لذيذه بزاف. دابا ان شاء الله غنبداو في التحضير ديال داك الدباره. دابا ان شاء الله غنوريكم كيفاش تتغسل وكيفاش تتقطع. بالنسبه انايا عندي الدواره ديال البكري، هي اللي عندي. تناخذوا داك الكرشه تنقطعوها طريفات وتنخويو عليها الماء طايب وتنديروا معاها واحد خماره كيماويه. تنخليها واحد شويه في داك الماء الغليان، خليها واحد شويه ترقد. من بعد تناخذوها وتنكرطوها، تنحيدوا لداك القشور وداك الزوائد الفوق. راه بالنسبه لداك الخماره الكيماويه اللي تنديروا للكرشه راه دغيا تتقشر ودغيا تتكرط، ما تتعذبك ما والو، ساهله جدا. ها هي دغيا تتكرط، واخا راه ديال البكري راه دغيا تتكرط. اما بالنسبه تكون الكرشه ديال الغنمي يعني تكرطيها غير بيدك بلا موس بلا حتى شي حاجه. ها هي من بعد ما كرطناها ساليناها تنديرو طريف وطريف. ها هي قيه تحيد منها كلشي، ساهله دغيا تتنظف. اللون ديالها تولي نقيه وبيضه لانها مغسوله مزيان ومحكوكه مزيان. شتي كيفاش تجي، راه ما تتعذبك ما حتى شي حاجه، دغيا تتحك ودغيا تتقشر من داك الزوائد اللي فيها. من بعد غنوريكم كيفاش نقطعها. انا فايته وريتكم كيفاش تتقطع الكرشه، يعني انا بالنسبه لي انا تيجي المقص اسهل من الموس، اسهل من السكين. شتي كيفاش هاد الموس مخليه غير للكرشه او الدواره، دغيا تيقطعها دغيا ماشي بحال الموس. انت تبغي تقطعها بالسكين خاص شي حد يشد معاك عاد يمكن لك تقطعها. اما بالنسبه للمقص راه تتقطع غير بوحديتك وتيسر بيك. حتى بالنسبه للريه، حتى بالنسبه للريه راه دغيا تتقطع. انا هاد الريه ديالها ما سلقتهاش، غسلتها مزيان حيت ما داك الدم اللي فيها صافي ونشفتها وتقطرات من داك الماء. قطعناها حتى هي كذلك بالمقص. يعني طريقه سهله وسريعه ما تاخذش منك واحد الجهد كبير او واحد الوقت طويل. من بعد تناخذوها ديك الكرشه بعد ما غسلناها، تنديرها في واحد الاناء، تنديروا عليها شويه ديال الماء او تنخويو عليها الماء نيت باش تغطى بالماء. تنديروا معاها شويه ديال الخل وشويه ديال الملح مده واحد الساعه تقريبا ديال المكانه. تنخليوها ترقد في داك الخل وداك الملحه. صافي ترقدات وفات داك المده ديال ساعه. دابا ناخذوها غنحضروا ان شاء الله غادي نطيبوها. تناخذوا واحد الكوكوط ديالنا تنعملوا فيها داك الكرشه او الدواره او القليه. تنشعلوا عليها النار. واحد السر باش تجيك القليه بنينه، رانا تندير معها شويه ديال اللحم. انا تقريبا درت فيها واحد رابعه صغيره ديال اللحم قطعه طريفات صغار، زدت معاها معلقه كبيره ديال الثومه مدقوقه او 3 ديال الدروس ديال الثوم مدقوقين. راه هاد اللحم راه تتعطي واحد اللذه لداك القليه واعره بزاف. من بعد تندير واحد معلقه صغيره ديال الملح، تنضيف واحد البصله صغيره قطعها رقيقه،
تنضيف كذلك واحد نص معلقه صغيره من الكركم او الخرقوم، تندير واحد نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود او الابصار. ولكن بالنسبه للسكنجبير تديري معلقه كبيره ديال السكنجبير، راه بهاد السكنجبير باش تجي لذيذه داك القليه. ممكن تنقصي من البصار وتنقصي من الخرقوم، ولكن السكنجبير ضروري في هاد القليه هذه. من بعد تنضيفوا واحد 3 المعالق كبار من زيت الزيتون، انا تنصبها بزيت الزيتون. ما عندكش زيت الزيتون ديري الزيت العاديه ديالك. نخليوها تشرب داك العطريه. من بعد ما تتشرب داك العطريه تنضيفوا ليها الماء حتى تتغطى، تنضيفوا لها الماء غليان باش دغيا تطيب دغيا تتوجد، ما تاخذش واحد المده طويله او واحد الوقت طويل باش طيب. صافي من بعد تنسدوا عليها تقريبا واحد ساعه ديال المكنه او ساعه اللارو. من بعد ما دازت ديك المده ديال ساعه اللارو راها طابت، عاد تنضيفوا معلقه كبيره من التحميره او الفلفل الاحمر. تنزيدوا كذلك واحد 2 معالق كبار من القزبور، ماشي المعدنوس، زيدوا 2 معالق كبار من القزبور مقطع رقيق او مدقوق. كذلك تنضيفوا معاه واحد معلقه صغيره من معجون الطماطم، وممكن تضيفي معاه حتى معلقه صغيره من الخل، انا راه ما درتهاش نسيتها الصراحه. ديري معاه حتى معلقه صغيره او نص معلقه صغيره من الخل. صافي تقريبا ها هي داك القليه او الدوره هي بجدات، داك المريقه وكفات واختارت، صافي ها هي موجوده. صافي من بعد تنوضعوها في اناء ديال التقديم. شتي المرقه كيفاش تجي خضره واقفه والحد اللوين عندها زوين، لان داك التحميره تنديروها حتى تطيب باش تعطي داك اللوين الزوين. شتي من بعد تنزينوها بشويه ديال القزبر او شويه المعدنوس غير تزين وصافي. صدقيني راه هاد القليه هذه اللي زدنا فيها داك شويه ديال اللحم راه عطاها واحد اللذه خطيره جدا، عطاها واحد البنه وواحد المذاق روعه. تزيدها واحد اللذه واعره، حتى داك الجهد ديال الدوره راه ما تيبقاش فيه، ملي تزيدي معاه داك اللحيمه ما تيبقاش فيه داك الجهد ديال الدواره، داك الجهد شويه تيكون شويه مجهد، تتجي زوينه بزاف داك اللحيمه. الا عجبكم هاد الفيديو او الا عجبتكم الطريقه ديال الدواره فعلوا الجرس، وان شاء الله تعالى شي كومونتير يكون زوين باش نعرف ان هاد الدوره راه عجبتكم او هاد القليه. وتنتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو وتكونوا كلكم بخير وعلى خير، وعيد مبارك سعيد. الله يدخل عليكم بالصحه والعافيه وطول العمر. يلا بصحتكم وتبقاو على خير ومع السلامه.